السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جرب وصفتي. طبعا وصفة النهاردة وصفة البيتزا، هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومقادير لأول مرة هتشوفيها. هنعمل مع بعض عجينة البيتزا الطرية الجميلة الهشة الخفيفة، زي ما انتم شايفين طعمها في منتهى الجمال وشكلها تحفة. بتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم، وان شاء الله هنقول مع بعض مكونات سهلة وبسيطة عملناها قبل كده كذا مرة على القناة، لكن المرة دي هنعملها مع بعض بطريقة مختلفة جدا ان شاء الله تعجبكم. هنبدأ مع بعض، نسمي الله ونقول مع بعض كده المكونات. معايا مبدئيا هعجن النهاردة البيتزا بشرش الجبنة، شرش الجبنة القريش. شرش الجبنة ده يا جماعة من الحاجات الحلوة جدا اللي بتخلي معاك المعجنات هشة وطرية وخفيفة وطعمها في منتهى الجمال. جربيها وان شاء الله هتعجبك. النهاردة هنعملها مع بعض زي ما انتم شايفين شرش الجبنة او شرش اللبن الرايب. لما بتروبي لبن بيفضل معاكي طبعا الشرش بتاع اللبن او المية اللي بتطلع من الرايب، هنبدأ نعجن بيها. زي ما انتم شايفين معايا كمية كده من اللبن الرايب. هحط كمان شوية كده من الملح بسيطة، ومعايا كمان على الكيلو هتحطي معلقة كبيرة من السكر زي ما انتم شايفين. وهنبدأ ان احنا ندوب معانا المكونات كويس، السايلة مع المكونات الجافة اللي حطيناها مع بعض. طبعا هنضيف معانا على كيلو الدقيق معلقة كبيرة من الخميرة، برضو على حسب الجو. لو الجو برضو ممكن تزودي شوية، لو الجو يعني حر هتقللي عن المعلقة، او معلقة كفاية لو عايزاه تخمر تخمير سريع. زي ما انتم شايفين هبدأ ان انا ادوب كده معايا المكونات كويس، وبعد كده هنبدأ نضيف معانا الدقيق. الوصفة بتاعت النهاردة من الوصفات السهلة جدا واللي نتيجتها ممتازة، وان شاء الله بعد كده هتعملي بالطريقة دي وهتعتمديها ان انت تعملي بيها البيتزا اجمل كتير من اللي بتشتريها من بره. وكمان العجينة طعمها حلو جدا وغني وطرية، يعني مش قادرة احكي لكم، انتوا يمكن شفتوا الصورة في بداية الفيديو. هضيف كمان معانا في الوصفة دي هنضيف معانا بيضة، زي ما انتم شايفين بيضة كاملة. البيضة او البيضتين، لو على الكيلو هتحط بيضة، لو اكتر من كيلو ممكن تزودي بيضتين على العينة. البيض بيدي معانا هشاشة وطعم غني جدا في البيتزا، وبتخليها كمان طعمها حلو كده، واضافة كمان زيادة معانا على البيتزا بتخلي معانا العجينة بتوديكي في حتة تانية خالص، غير اي طعم تاني كلتيه او اي بيتزا تانية دقتيها في اي مكان تاني. هنبدأ ندوبها معانا كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هنبدأ نضيف مع بعض الزيت. معايا زيت زيتون، هتحطي مثلا على الكيلو معلقتين كبار من زيت الزيتون. هبدأ ان انا ادوبهم معايا، وكمان هسيب شوية من الزيت هلم بيه العجينة في النهاية بعد ما اخلص العجنة خالص، لان عجينة البيتزا معايا بتكون عجينة طرية جدا ولينة وبتلزق. فعلشان اخلي العجينة معايا تفك معايا من ايدي وتكون واقدر ان انا المها، بلم العجينة في النهاية بشوية من الزيت. لو ما عندكيش زيت زيتون تقدر تحط زيت عادي. برضو بضيف معلقة كبيرة كده من الخل كمحسن للعجينة، برضو بتدي اضافة حلوة جدا لطعم العجينة بتاعت البيتزا. بعد كده بنخل معايا الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه حسب كمية الدقيق اللي معاكي، وببدأ ان انا ادوب بقى الدقيق كويس، وابدأ ان انا اعجن معايا عجينة البيتزا. اهم حاجة يا جماعة عشان تاخدي عجينة كويسة معاكي وطرية وهشة وخفيفة، لازم تخدمي العجينة كويس، يعني تعجني كويس مدة كويسة لمدة ربع ساعة بإيدك، لو بالعجان لمدة من 5 ل10 دقايق على السرعة العالية، علشان تطلع معاكي العجينة كده طرية ومتماسكة وحلوة. وكمان زي ما انتم شايفين العجينة لينة خالص بالشكل اللي انتم شايفينه. هبدأ ان انا ازود بقى شوية الزيت علشان ابدأ ان انا الم معايا العجينة. الزيت ده بيخلي معايا ملمس العجينة ناعم جدا، وكمان بيخليها طرية وحلوة، وبتقدر ان انت تلم العجينة معاكي. انا مش عايزة العجينة تكون يابسة. كل ما كانت العجينة معاكي طرية، كل ما تطلع معاكي البيتزا في النهاية بعد التسوية برضو طرية جدا وطعمها حلو وخفيفة. هبدأ ان انا اعجن العجينة كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه، والم العجينة معايا لحد لما العجين كله يتماسك كده ويتلم معايا كويس. طبعا عجينة البيتزا ما بسيبهاش تخمر فترة طويلة، يعني بلم العجينة معايا لحد لما تختمر معايا بس كويس، وبعد كده ببدأ ان انا اشتغل فيها. يعني اقصد ما بسيبهاش تخمر لحد لما تزيد قوي معايا في الطبق اللي انا مخمرة فيه، عشان ما تكونش العجينة معايا فايشة، يعني فيها خمر عالي.
هغطيها واسيبها معايا تخمر معاها. هنبدأ نجهز مع بعض صلصة البيتزا. معايا شوية كده من الطماطم بحطها على النار في شوية مية بسيطة تتسلق. بعد كده ببدأ ان انا اقشرها، اشيل القشرة اللي بره دي، وبسيب اللحم بتاع الطماطم بس. باخده اضربه معايا في الخلاط كده ضرب سريع لحد ما تلعب معايا. وبعد كده ببدأ ان انا اعمل معايا صلصة البيتزا. الطريقة دي بتخلي الصلصة بتاعت البيتزا ناعمة جدا وحلوة، وطعمها في منتهى الجمال، اجمل من اللي بتجيبيها من بره بكتير. معايا طبعا الحلة دي مطرح الطماطم. بحط شوية من الزيت وفصين من التوم، ببدأ ان انا اشوحهم، وببدأ انزل معايا بالطماطم اللي خلطتها معايا في الخلاط. وبعد كده بحط عليها معلقتين كده من صلصة الطماطم، ومعلقتين من الكاتشب، وبظبط معايا ملح وفلفل اسود وكمون، واسيبها معايا لحد لما تتسبك كويس. طبعا العجينة معايا اختمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه، العجينة ناعمة وطرية زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ ان انا اشكل كرات البيتزا على حسب حجم البيتزا اللي انت عايزاها. بعد كده ببدأ ان انا افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبنغزها كده من النص، بسيب الحرف بس بالشوكة علشان ما تعلاش معايا من النص. بعد كده ببدأ ادهن معايا الصلصة بالشكل اللي انتوا شايفينه، صلصة البيتزا. بتظبط الملح بتاعها، وبضيف عليها كمان معلقة من زيت الزيتون. ببدأ ارش شوية كده من الجبنة الموتزاريلا بسيط في البداية قبل ما بحط الحشو. طبعا معايا حشوة اللحمة المفرومة المعصجة، عملناها قبل كده اكتر من مرة على القناة، او اي حشوة انت حباها. ببدأ ان انا احط حشوة اللحمة معايا، وبعد كده ببدأ انزل معايا بشرايح الطماطم والفلفل وكمان الزيتون بالشكل اللي انتوا شايفينه. ببدأ ان انا ارصها معايا. طبعا الفرن معايا شغال على نار عالية. ببدأ ادخل معايا البيتزا. بعد ما بدخلها بتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. ببدأ اضيف معايا الجبنة على الوش، تاخد دقيقة بس كده في الفرن، يعني تسيح بس مش هتاخد معايا لون، علشان تبقى معايا الجبنة سايحة وكويسة. ببدأ ارجعها تاني معايا الفرن، تاخد وش بسيط، والجبنة معايا تسيح. بتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين العجينة طرية جدا وهشة وخفيفة، وكان طعمها في منتهى الجمال. ويعني يعني مش قادرة اقول لكم على الوصفة النهاردة، وصفة حلوة قوي. جربوها وان شاء الله تدعولي. زي ما انتم شايفين الجبنة والعجينة نفسها بتاعت البيتزا طرية قوي، وطعمها في منتهى الجمال. بتمنى ان شاء الله وصفتنا النهارده تعجبكم. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات. ولو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد. وتكتبوا لي تحت في الكومنتات لو عندكم اي وصفه حابين نعملها، او عندكم اي استفسار بخصوص الفيديو، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. بشكركم. وبتمنى الفيديو يكون فيديو حلو وخفيف وتستفادوا منه. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.